ما فكرتش تستقر بعد 10 سنوات من عمرك؟ والله يعني شايف بالنسبة لي هي الغربة يعني بعيد عن أهلي وبعيد عن ناسي صعبة. لكن كشغل في اللي أقعد في بلدي واشتغل يعني المعاملة صعبة برضك مع الناس. الواحد كل ما بتبعد في المعاملة أهو أنت بترتاح. الحمد لله. تقضي طول حياتك غربة؟ معلش هي لقمة العيش. لا, لا لما يعني ايه ربنا خلاص بقى يعني ربنا يأذن الواحد يستقر ببلده يستقر عادي. طبعا انت اول ما جيت فرنسا قلت سنتين ثلاثة اظبط امي وانزل. يعني من البهدله اللي شفتها برضك في فرنسا قلت سنتين هروح ما عدتش راجع. بس العشر سنين عدوا على الواحد. ابتدت العمليه بقى طالعه بالتدريج. طالعه بالتدريج اللي كل شويه معلش الاوضاع في الاول بتبقى صعبه. بعد كده سنتين ثلاثه اربعه بتبدا تتحسن. كل شويه تتحسن شويه بشويه لغايه ما تاخد تتاقلم على الجو. تاقلمت على الجو. خلاص بقى ايه خلاص يعني عرفت الناس عرفتك. الدنيا مشيت معاك بس هي في الاول بتبقى صعبه. قول لي موقف يستحيل تنساه في ال10 سنين حصل لك هنا علم عليك وخلاك تحارب عشان تنجح. 10 سنين الواحد يعني صعب ان انا افتكر في الاول لكن الواحد اول ما جيت طبعا جيت يعني عن طريق البحر وكده يعني لقيت نفسي في الشارع. اسال الناس على سكن فطبعا هنا مثلا المصريين محدش يعرفك. فبتبتدي مره لغايه ما فالعمليه في الاول قاسيه صعبه. حملت كل الصعوبيات. مين اكتر حد وقف جنبك؟ من جنسيته ايه؟ ويقرب لك صاحب ولا قريب ولا واحد من بلدك ولا جنسية تانية؟ والله ما هو طبعا هم اللي يعني بالاخص اللي بقى في جنبك مين المصريين. اصل انت يعني ايه على الاقل هتعرف تتكلم معاه. المصري اللي زيك. إيه مش هتروح مثلا لاقي جنسيه تانية طبعا.